علمونا ان المركب اللي ليها رئيسين تغرق، بس محدش نبهنا ان حياتنا ما فيهاش مركب واحد. حياتنا فيها مراكب كتير بعدد الناس اللي احنا بنتعامل معاهم، مع الزوج، مع الابن، مع الاب، مع الام، مع الناس اللي حوالينا في الشغل. كل شخص بتتعامل معاه في حياتك اكنك بينك وبينه مركب وانتوا قاعدين فيه مع بعض. مرة هتكون الرئيس ومرة هيكون هو الرئيس، على حسب خبرة كل واحد في المشكلة اللي هتواجهكم وانتوا ماشيين في المركب ده عشان توصلوا لهدفكم. طب تعالوا نضرب امثله كده. في ايام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان معدي كده ولقى الصحابه قاعدين بيعملوا شجر النخيل بيلقحوه، فقال لهم انتوا بتعملوا ايه؟ راح قالوا له احنا كنا بنعمل في ايام الجاهليه التلقيح بالشكل ده. فراح قال لهم لا، ممكن لو كنتوا تركتوه يبقى افضل. ففعلا ما عملوش اللي بيعملوه ديت وسابوا شجر النخيل زي ما هو على الشجر. شويتين وشجر النخيل صابته آفة وباظ النخيل وما طلعش ثمار في الوقت ده. فراح رايحين لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، فراح قال لهم اي حاجة امركم بيها في امور الدين فهو وحي من الله فتاخدوا بيه، انما لو قلت لكم حاجة في امور الدنيا فانتوا اعلم بامور دينكم وانما انا بشر. يعني كنت بقول لكم وجهة نظري. اذا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو النبي اللي علمنا كل امور الدين وكل الامور في الحياة، في حاجات لا قال لهم انتوا اعلم بامور الدنيا منها، فانا ما اعرفش فيها. ليه؟ لانه ما فيش مش خبره في كل الحاجات الموجوده في الدنيا. امور الدنيا كتيره جدا. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان واضح معاهم، اي حاجه في امور الدنيا كل واحد وخبرته في المجال ده يبقى هو اللي هيبقى الرئيس في الوقت ده. طب تعالوا كمان نشوف مثال تاني. احد الصحابه بيقول انا كان عمري ساعتها 7 سنين لما كنت وسط مجموعه من الصحابه وكنا عايزين نختار مين اللي هيصلي امام، فراحوا طلعوه هو يصلي امام بناء على ان النبي صلى الله عليه وسلم راح قال الامام هو اكتر واحد فيكم حافظ للقرآن. ايه ده؟ رغم ان هو طفل 7 سنين لكن يطلع امام؟ لان هو كان اكتر واحد حافظ للقرآن، يبقى هو عارف يصلي وعارف يقرأ قرآن كويس وحافظ للقرآن اكتر من الموجودين. فاذا في الوقت ده هو اللي هيكون امام، هو اللي هيكون الرئيس، بس في الوقت ده. اذا وانا في حياتي كده مع الشخص اشوف المشكله اللي مواجهانا دي مين فينا اكتر خبره، يبقى هو ساعتها اللي هيكون الرئيس، مره انا ومره هو. بصوا يا جماعه، احنا مش عايزين نحمل نفسنا اكتر من طاقتنا. طول ما انا في الحياه اخد بالي ان مش كل حاجه اعرفها ومش كل حاجه لازم انا اللي اسدد الهدف، ولكن كوني ان انا شاركت في ان بدور فعال في ان انا اوصل مع الشخص اللي معايا للهدف، فده نجاح في حد ذاته. هونوا على نفسكم، ومش عايزين في العلاقات على طول في مشاكل عشان كل واحد